مساء الفل. فيديو جديد، والنهارده هكلمكم عن اللبس الشتوي البيتي للعروسه، عن الاعداد بقى اللي المفروض تتجاب. انا هقول لكم متوسط الاعداد اللي المفروض العروسه تجيبها، مش هنتكلم في حاجه اوفر قوي، برضو مش هنتكلم في حاجه قليله، وعلى حسب انتي بقى بتحبي ايه اكتر ممكن تزودي منه، او على حسب امكانياتك ممكن تجيبي اقل من حاجه. فهقول لكم على الحاجات الاساسيه النهارده. يلا نبتدي على طول كده. اللبس الشتوي عموما متقسم لكذا حاجة أساسية حرفيا لازم يكونوا موجودين. أول حاجة وهي البيجامات التقيلة اللي بتكون محملة كده، زي الفرو اللي أنا بوريها لكم دي، بتكون فرو من جوه ومن بره. آم، السمك بتاعها بيختلف طبعا من خامة للتانية، لكن أغلبه بيكون قريب من بعضه. بتكون فيها يعني ساعات فيها جيوب، ساعات ما فيهاش، انتي بقى تختاري الشكل اللي هو عاجبك فيهم. زي كده مثلا نحاول نختار حاجات شكلها عسول. ده اساسي، منها اقل حاجة 4. تاني حاجة بقى وهي البيجامات القطيفة او الدفايات. في منها بيجامات بيكون فيها زي الجيوب القطقوطة دي، او في منها بيكون زي الدفاية سادة يعني، يا دوب لون، او بتكون مشبحة، بس في مشبح كده شكله جديد بيكون لطيف قوي. دي برضو اقل حاجة ان احنا نجيب منها 4. ولو انتي بتحبي تلبسي السادة تحت الهدوم، فالافضل ان انتي تجيبي من السادة والمشجر، يعني تقريبا 6 او حاجة. بعد كده اساسي برضو ان احنا نجيب حاجتين او 3 اقل حاجة ميلتون. الميلتون المبطن بجد من الحاجات اللي شكلها شيك قوي، وفي نفس الوقت مش كبير كده وهيزهقك في اللبس، لان الحاجات الكبيرة بتخنق، وفي نفس الوقت بيدفي قوي. ده كان ترنج كده. اهم حاجة ان احنا واحنا بنجيب ندور انه يكون مبطن من جوه، لان لو ما جبناهوش مبطن حتى لو سعره قليل مش بيدفي كده ويديكي النتيجة الكويسة. الحاجات دي في اللبس بجد بتبقى شيك جدا جدا. واقل حاجة ان احنا نجيب مثلا 2 منهم. نختار بقى الالوان. انا بصراحه اللون اللي بيعجبني بجيبه، يعني مش ببقى حاطه في دماغي قوي ان انا انوع قوي في الالوان، بس بنحاول يعني احنا ننوع في الالوان. شوفوا اكتر برضو الوان بتحبوها ايه. بعد كده نجيب حاجه بقى زي السالوبيت دي كده، حاجه عسوله صغنونه كده. ممكن نجيب 1 أو 2. انا برجح 2 بصراحة، هي مش عملية قوي، لكن شكلها بيكون كتكوت قوي وحلوة وبرضو بتدفي. انا مجرد ما قستها اصلا الوقت اللي انا كنت بقيسها فيه وكده، كنت حاسة ان انا لأ، خلاص حرانة. فهي شكلها بيكون حلو، وفي نفس الوقت بتكون لطيفة يعني، هي بس عشان مش عملية قوي. طبعا الارنوب ده انا لسه مكتشفة وانا بصور اصلا ان هو فاتح فوق يعني كنت فاكراه شكل تاني. ممكن نجيب منها 2، ودي برضو بتكون مبطنة. بعد كده بقى بالنسبة للأرواب فأساسي معانا، يعني ما نكترش، هو روب أقل حاجة مثلا روب طويل وروب قصير. ممكن نجيب مثلا 2 طوال لو انتي بتحبيهم، ممكن لو انتي مش بتحبي الطويل قوي ممكن نجيب زي ده كده، بيكون عند يعني عند آخر الرجل بالظبط، وبيكون معاه لكلوك كده. آه شكله بيكون حلو قوي. نجيب واحد قصير وواحد طويل. هينفعوا معانا جدا، مش شرط ان احنا نجيب كذا واحد يعني منهم، لو انتي بتلبسي حاجة فيهم اكتر زودي واحد كمان. ده بكده بالنسبة للبيجامات وللحاجات الأساسية في البيت، حرفيا انتي مش هتحتاجي غيرهم. ان شاء الله الفيديو الجاي هنكمل فيه بقى الحاجات التانية في الشتاء، وهكلمكم برضو عن لبس الخروج وكل الحاجات دي. فما تنسوش تتأكدوا ان انتوا عاملين سبسكرايب في القناة عشان يوصلكوا اشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الجاية، واستنوني في الفيديو الجاي.